ازيكم يا جماعة؟ كلامنا النهاردة عن التسامح، وازاي التسامح ممكن يخلي الخير ينتشر بينا، وممكن روح الحب الجميلة تنتشر بينا. أنا هقول لك النهاردة على 3 أو 4 خطوات تخليك متسامح مع اللي قدامك من غير ما تتخانقوا بقى وتعملوا المشاكل دي كلها. أول حاجة قبل ما أقول لك الخطوات دي أنا عايز أعرفك يعني التسامح. التسامح يعني أنت بت... بتعفي حد من العقاب، يعني مثلا أنا مثلا صاحبي ده عمل لي مشكلة مثلا، هو السبب فيه، فأنا نعفيه من العقاب. هو ده التسامح بشكل أصح. وفي ناس ما بتعرفش تتسامح مع غيرها، وما بتعرفش يكون عندها كده قلبها مش ابيض ومش حلو. انا هقول لك النهارده على 3 خطوات. الخطوه الاولى عندنا انك تصلي ويكون قلبك ابيض. لو صليت وخليت قلبك ابيض فانت انسى نفسك خالص، انت في حته تانية. الصلاه ديت بتدي راحه انت مش تتخيلها. اللي بيصلي بس هو اللي هيرد عليها في التعليقات دي، في التعليقات تحت، وهيقول لي ازاي الصلاه ديت بتخلي عندك روح جميله وحلوه. تاني حاجه انك تعفي عن اللي قدام، يعني تتعود تسامح، تتعود انك تسامح، بس ما تسامحش دايما. ما تخليش انت دايما، ما تخليكش طيب قوي ولا عنيف قوي. خليك في الوسط كده، ما تسامحش قوي ولا كده ولا الكلام ده كله. فانا عايزك ما تسامحش قوي. يعني مثلا دلوقتي لو حد عمل لك مشكله سامحه ديت مثلا، عمل لك مشكله تاني سامحه، تالت لا ما تسامحوش الصراحه. عشان كده انت بتغلط في نفسك، يعتبر يا بتغلط في نفسك. عندنا بقى تالت حاجه انك ما تفكرش في غيرك. يعني ما تفكرش في غيرك، يعني اللي ضرك ده ما تفكرش فيه اصلا، اكنه عدى وما تفكرش فيه خالص. وخلي الناس هي اللي تجيلك مش انت اللي تروح الناس. يعني ما تفكرش فيه، بحيث ان انت ما تشغلش دماغك وتضيع الفرص بتاعت حياتك كتير، وتضيع حياتك ووقتك على الفاضي وانت بتفكر في حاجه مش موجوده اصلا. فانا عايزك تهتم بحلمك كده، يعني اهتم بحلمك وخليك متفوق في حلمك وسيبك من الكلام ده كله. فلو انت وصلت لحد هنا ما تنساش لايك واشتراك في القناه، وحط لنا تعليق تحت، واهم حاجه صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. انتوا ما تكتبوش تعليقات لله، اسالوني تحت اسالوني تحت في التعليقات، ويا ريت تصلوا على النبي اهم حاجه، وحط لنا لايك واشتراك. سلام.